الأوامر من رئيس النادي الذي قال له اجلب هذا اللاعب وهذا اللاعب، ولكن لا يمكن أن نوقف اللوم على تشافي. الأمور كيف حصلوا على الأموال وكيف انتدبوا اللاعبين لم يقوموا بالأمر الصواب. برشلونة دائما يبقى برشلونة ولن يسقط مثل ريال مدريد. هؤلاء أو هذه العمالقة لا يموتون. ريال مدريد مر بفترة فارغ أيضا وتوجب عليهم أن ينتدبوا لاعبين آخرين. إذا برشلونة في فترة انتقالية باعوا حقوق البث لكي يستعيدوا الأموال. أتمنى لهم الحظ الأوفر والعودة لطريق الصواب، ولكن أرادوا مثل ما قلت أرادوا النجاح الحيني. أعتقدوا أنهم سيبلون البلاء الحسن في اليوروبا ليج. أتمنى لهم الحظ الأوفر، ولكن هي رحلة طويلة جدا. هل هذا يعني عبد العزيز أن برشلونة يجب أن يكون متواضعا قليلا؟ هو صحيح نادي برشلونة العظيم، نادي برشلونة الذي ضمن نجوم كبار، الذي فاز بالألقاب، الذي حقق سداسية في موسم ما مع غوارديولا، لكن يجب أن يكون واقعيا ومنطقيا بعض الشيء ويتواضع. وبالتالي الفوز بالدوري الأوروبي مع الفوز ربما بكأس الملك مع المنافسة على الدوري قد يكون أمرا مرضيا للجمهور في فترة إعادة بناء الفريق لابد فيها من الصبر والانتظار. أنا أتفق بأن التطلعات يجب أن لا تكون عالية جدا. هذه تقريبا ثاني سنة لتشافي أو موسم ونص تقريبا موجود تشافي مع الفريق. عندما تكون هناك صفقات، عندما يكون هناك جلب لمدرب وتغيير في جهاز فني، دائما هناك أسلوب واضح للمدرب يريد أن يلعب به. هذا الأسلوب واضح، هي فلسفة برشلونة، فلسفة الاستحواذ. الاستحواذ هو خلق لغرض خلق فرص لتزداد نسبة التسجيل. هذا الأمر لم يحدث في كثير من المباريات، وخصوصا المباريات التي من مستوى عالي، ريال مدريد في الدوري ومباريات دوري الأبطال صح. كما شاهدنا الآن تنجح مع الفرق الصغيرة. تنجح مع الفرق الصغيرة. عندما تلعب بخط عالي جدا تكون هناك مساحات كبيرة في الخلف، فيجب أن يكون هناك ضغط، يجب أن يكون هناك شراسة في وسط الملعب. هذا الأمر لم يعد موجودا في برشلونة. برشلونة كان مثال للضغط العكسي عندما يخسر الكرة. الآن لا يحدث هذا الأمر، لذلك تجد مساحات كبيرة في الخلف، تجد هناك استغلال للخصوم للكرات الطويلة، للتحولات. شاهدنا هدفين الشوط الأول من تحولات موجودة. اختيار العناصر الموجودة أيضا غير مناسب. تحدث عن بيلرين، بوسكيتس، في بعض الأوقات بالدي قد يكون أو بيكي. لذلك اختيار العناصر أدى إلى هذا الأمر، وأيضا الأخطاء الفردية الكثيرة التي نجدها من اللاعبين. لذلك هي مجموعة كبيرة من الأمور يجب أن تتحسن ويجب أن تتغير في برشلونة لكي يعود برشلونة الذي عاهدناه سابقا. نعم. إذن